الرجيم. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. حضرات السيدات والسادة أعضاء البرلمان، نخاطبكم اليوم في سياق يتميز بإقدام بلادنا على تفعيل الدستور الجديد بإقامة مؤسساته وفي صدارتها البرلمان والحكومة. ومن هنا فإن المناسبة ليست مجرد رئاسة افتتاح دورة تشريعية عادية، وإنما هي لحظة قوية لاستشراف الولاية البرلمانية الأولى في العهد الدستوري الجديد وتدشين مرحلة تاريخية في مسار التطور الديمقراطي والتنموي للمغرب، وهو ما يقتضي من كل الفاعلين في هذا التحول الحاسم تحمل مسؤوليتهم كاملة ومواصلة الجهود لإنجاح الانتخابات النيابية المقبلة بالالتزام بضوابط نزاهتها، وذلك بروح الثقة والوضوح والغيرة الوطنية السابقة. فالتغيير الجوهري الذي جاء به الدستور لا بد أن يتجلى في تجديد المؤسسات بمصداقيتها الديمقراطية ونخبها المؤهلة وأملها السياسي الناجع والتنموي الملموس الكفيل بتوفير أسباب العيش الحر الكريم لكافة أفراد شعبنا الوفي ولا سيما فئاته المؤوزة وشبابه الطموح. وذلكم هو النهج القويم لإعادة الاعتبار للعمل السياسي النبيل والارتقاء بأداء المؤسسات إلى مستوى مكانتها الدستورية المتقدمة، وذلك بإرساء ممارسة سياسية جديدة قوامها النجاعة والتناسق والاستقرار المؤسسي، ونهوض كل سلطة بمسؤوليتها كاملة في إطار فصل السلط وتوازنها وتعاونها. والتزاما بمهامنا الدستورية في ضمان حسن سير المؤسسات وصيانة الخيار الديمقراطي، فإننا حريصون على أن تعكس المؤسسات الجديدة روح ومنطوق الدستور، وأن تجسد طموحنا الجماعي في انبثاق هيئات نيابية وتنفيذية ناجعة عمادها برلمان قوي مؤبر عن الإرادة الشعبية الحرة يمارس صلاحياته التشريعية الحصرية والرقابية الواسعة، وينهض بدوره الفاعل في المجال
الدبلوماسي خدمة للقضايا العادلة للأمة، وفي طليعتها قضية وحدتنا الترابية. وقوامها حكومة فاعلة منبثقة عن أغلبية نيابية متضامنة ومنسجمة، تنهض رئيسها بكامل سلطتها التنفيذية، وتتحمل مسؤولية وضع برنامجها وتطبيقه وبلورة أسباقياته في سياسات عمومية ناجعة ومتناسقة، وإيمانا بأن النظام الديمقراطي يقوم على حكم الأغلبية وسيادة القانون، بقدر ما يتأسس عن المشاركة الإيجابية للمعارضة البرلمانية، فإن من شأن تفعيل النظام الخاص بها تمكينها من أن تشكل سلطة رقابية مسؤولة وقوة اقتراحية بناءة. بيد أن المصداقية السياسية للمؤسسات ستظل سوريا ما لم تكن رافعة قوية للتقدم الاقتصادي والتماسك الاجتماعي والتحديث الثقافي. وهنا يتجلى تميز النموذج المغربي القائم دوما على تلازم الديمقراطية والتنمية، وعلى نهج متطور في الحكم مؤسس على التفاعل الإيجابي مع الدينامية البناءة للمجتمع المغربي ومع التحولات الجهوية والدولية، وذلك بإرادة سيادية خالصة وأمل تشاركي وجماعي متواصل وانفتاح على المستجدات العالمية. وهو ما مكن المغرب من تحقيق إنجازات وإصلاحات كبرى، ومن تدبير تداعيات ظرفية عالمية اقتصادية ومالية صعبة يقتضي توالي أزماتها المزيد من اليقظة والحزم والعقلنة، إلا أن ذلك لا ينبغي أن يكون مبعث ارتياح ذاتي، بقدر ما يجب أن يشكل حافزا على مضاعفة الجهود لتوطيد نموذجنا الديمقراطي التنموي الذي لا يستمد قوته من العمل على تعزيز المكاسب ومواصلة إنجاز الأوراق التنموية الهيكلية فحسب، وإنما بالأساس من الانكباب الجاد على إزاحة ما يعترضه من عوائق والتقويم المستمر لما قد يشوبه من اختلالات، والإقدام على ما تقتضيه التحولات من إصلاحات جريئة وعميقة. حضرات السيدات والسادة البرلمانيين، إن السياق الوطني والجهوي والدولي يقتضي استحضار التحديات الكبرى المؤسسية والتنموية للولاية التشريعية المقبلة، والتي يتعين رفعها من قبل كل القوى الحية للأمة وسائر الفاعلين السياسيين كل من موقعه، وخاصة البرلمان والحكومة. أما التحديات المؤسسية فتتعلق باستكمال تفعيل الدستور بإقرار قوانين تنظيمية المكملة له باعتبارها المحك الحقيقي لما يفتحه من آفاق ديمقراطية واعدة، وهو ما يجعل الولاية البرلمانية القادمة ولاية تأسيسية بامتياز. كما تشمل هذه التحديات التأهيل الذاتي للأحزاب التي لا ديمقراطية حق بدونها، وذلك من أجل انبثاق مشهد سياسي مؤقلن وفعال. وبموازاة ذلك فإن تفعيل دستورة المشاركة المواطنة يمر عبر تعزيز انخراط الفاعلين الجدد من مواطنين وهيئات المجتمع المدني ونقابات وقوى منتجة ووسائل الإعلام كشريك بناء في بلورة وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية والمشاريع التنموية والاقتراحات التشريعية. ويظل الرهان المؤسسي الكبير الذي يتوقف عليه تقدم وتحديث بلادنا وإصلاح وتجديد هياكل الدولة. وفي هذا الصدد يعد إرساء الجهوية المتقدمة من الأوراش الاستراتيجية لمغرب الحاضر والمستقبل، ليس لارتباطها بإقامة مجلس المستشارين، ولكن بالأساس لما تتيحه مع اللاتمركز الإداري من حكامة ترابية جيدة وقرب من المواطن، ومن إمكانات وآفاق واعدة لتحقيق تنمية بشرية واقتصادية واجتماعية متوازنة ومتضامنة ومستدامة. وفي نفس السياق يندرج توطيد عدالة مستقلة بإقامة المجلس الأعلى للسلطة القضائية والمحكمة الدستورية، ومواصلة الإصلاح العميق والشامل للقضاء ترسيخا لسمو الدستور وسيادة القانون ومساواة الجميع أمامه
وضمانا للأمن القضائي. كما أن ديمقراطية الدولة والمجتمع وتحسين مناخ الأعمال يتطلب انتهاج الحكامة الجيدة بتفعيل المبادئ والآليات التي ينص عليها الدستور، وعلى رأسها ربط تحمل المسؤولية بالمساءلة والمحاسبة وتخليق الحياة العامة بالتصدي لكل أشكال الفساد والرشوة والريع الاقتصادي والسياسي والاحتكار، وكذا العمل على ضمان تكافؤ الفرص وحرية المبادرة الخاصة والمنافسة الحرة. وأما التحديات التنموية فإن المحك الحقيقي لنجاعة المؤسسات بالنسبة للفئات الشعبية ومدى قدرتها على إحداث نقلة نوعية في الرفع من مؤشرات التنمية البشرية، ولا سيما من خلال إصلاحات وإنجازات مقدامة وملموسة تضع في صلبها تحفيز الاستثمار المنتج المدير لفرص الشغل والسكن اللائق وتأمين التغطية الصحية والحفاظ على البيئة وتوفير التعليم النافع بالإصلاح العميق لمنظومة التربية والتكوين والانخراط في اقتصاد المعرفة والابتكار مفتاح تقدم المغرب. ولن يتأتى ما نتوخاه من نهوض بالعدالة الاجتماعية والمجالية إلا بتعزيز السياسات الاجتماعية لمحاربة الفقر والإقصاء والتهميش وتوسيع قاعدة الطبقة الوسطى والنهوض بالمساواة بين الرجل والمرأة، فضلا عن إيلاء عناية خاصة للعالم القروي وللمناطق الجبلية والنائية والمعزولة وبلورة ميثاق اجتماعي متقدم. وأمام تزايد الحاجيات الاجتماعية الملحة وإكراهات الإمكانات المالية فإن مضاعفة الجهود للارتقاء بالاقتصاد الوطني إلى عتبة أعلى من التحديث والانفتاح والتنافسية والنمو القوي والمستدام يظل من أهم الرهانات التنموية التي يتعين كسبها للارتقاء بالمغرب إلى مصاف الدول المتقدمة، وهو ما يقتضي اعتماد حكامة تنموية متناسقة كفيلة بالتفعيل الأمثل للمخططات القطاعية ومواصلة الأوراش الهيكلية، وذلك في إطار الحفاظ على التوازنات الكبرى ليس الماكرو اقتصادية والمالية فقط التي أصبحت مبدأ دستوري، وإنما أيضا على التوازنات الاجتماعية باعتبارها جوهر تقدم المجتمع واستقراره وتماسكه. حضرات السيدات والسادة البرلمانيين، إن استحضارنا لبعض التحديات السياسية والتنموية الكبرى ليس هدفه تقديم إجابات جاهزة لرفعها، بل إن إيجاد الحلول الناجعة لها رهين في هذه المرحلة الانتخابية بتحمل الأحزاب الوطنية الجادة لمسؤوليتها السياسية في تقديم مشاريع مجتمعية واضحة ومتمايزة وبلورتها في برامج مضبوطة وناجعة وواقعية تضع في صلبها الانتظارات الحقيقية للأجيال الحاضرة والصاعدة ليتاح للمواطن الاختيار الحر للنخب المؤهلة للنهوض بها. وعلى ضوء نتائج الانتخابات النيابية القادمة فإن رفع هذه التحديات في العهد الدستوري الجديد مسؤولية الحكومة والبرلمان بالأساس بما لهما من صلاحيات تشريعية وتنفيذية كاملة. ومن هنا فإن الحكومة المنبثقة عن أغلبية مجلس النواب المقبل مسؤولة عن وضع وتنفيذ برنامج طموح ومضبوط في أسبقياته وأهدافه ووسائل تمويله وآليات تفعيله وتقويمه. ومن جهتها فإن المعارضة البرلمانية مطالبة بالقيام بدورها البناء في المراقبة والمساءلة، كما أن كسب هذه التحديات وغيرها من الرهانات الكبرى لمغرب اليوم والغد يتطلب تضافر جهود كل المؤسسات والقوى الحية للأمة، فبلادنا ستظل في حاجة إلى طاقة جميع أبنائها داخل الوطن وخارجه للمساهمة البناءة في توطيد مغرب الوحدة والديمقراطية والكرامة والتقدم والتضامن، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. صدق الله العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.